اليونايتد يحقق فوزه على ويلفرهامبتون في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع على ملعب الذئاب. ميسي ورفاقه يودعون كأس موسم الرياض بعد الخسارة الفادحة من النصر بنصف دستة أهداف دون رد. والريال يفوز على ختافي ويصعد للصدارة بفارق نقطتين عن صاحب المركز التالي نادي جيرونا. الزمالك يتعاقد مع البرتغالي جوزيه غوميز لمدة موسم ونصف، تم قيد 10 لاعبين في قائمة الفريق الحالية ومغادرة 8 لاعبين من القلعة البيضاء. روي فيتوريا يطلب الحصول على الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع المنتخب المصري. والنادي الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل ويكتفي بمصطفى شوبير خلفا لمحمد الشناوي في فترة الإصابة. حلقة مليئة بالأحداث الكروية الساخنة، فيلا بينا نبدأ بسم الله. بدأ اليونايتد لقاءه بتشكيلة 4-2-3-1 بقيادة الهولندي هويلاند في الأمام، وثم افتتح التسجيل الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الخامسة، وبعدها في الدقيقة 22 أحرز هويلاند الهدف الثاني للشياطين الحمر. ولكن جاءت انتفاضة من ويلفرهامبتون عن طريق بابلو ساربيا الذي أحرز الهدف الأول للذئاب في الدقيقة 71. ولكن سرعان ما تدارك اليونايتد الأمر وقام بتسجيل الهدف الثالث عن طريق مكتوماني في الدقيقة 75 ليرد عليهم الذئاب مرة أخرى بعد 10 دقائق بالهدف الثاني، ومن ثم الهدف الثالث الذي أتى بالتعادل للذئاب. ولكن المباراة لم تنتهي عند هذا الحد، وأتى بعدها كوبي ماينو بدقيقتين وسجل الهدف الرابع لليونايتد لينتهي اللقاء 4-3 لصالح الشياطين الحمر، ويرفعوا رصيدهم إلى النقطة 35 في المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ونخرج من الدوري الإنجليزي إلى جاره الأسباني، حيث مباراة للصدارة بالنسبة لريال مدريد أمام ختافي، والذي كان بطلها خوسيلو النجم الأسباني المتألق أمام ختافي كالعادة. الأول كان في الدقيقة 14 والثاني كان في الدقيقة 56 من وقت المباراة. وحاول فينيسيوس التسجيل في هذه المباراة عن طريق فرصتين، الأولى كانت أسيست من بيلينغهام، والثانية كانت من خوسيلو الذي فضل إعطاء زميله فرصة تسجيل هدف على أن يحرز هو الهاتريك. ولكن فشل فينيسيوس في ترجمة الفرصتين إلى أهداف محققة لتنتهي المباراة بهدفين مقابل لا شيء لمصلحة ريال مدريد، ويصعد بها الريال إلى الصدارة بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري الأسباني نادي جيرونا. ومن أوروبا إلى آسيا وتحديدا في المملكة العربية السعودية، حيث لعبت قمة كأس موسم الرياض بين انتر ميامي ونادي النصر السعودي، ولكن للأسف بدون مشاركة كريستيانو رونالدو الذي كان خارج قائمة المباراة بسبب الإصابة. وبدأ النصر بتشكيلة 4-3-1-2 بقيادة تاليسكا في الأمام. أما عن انتر ميامي فبدأ تشكيلته ب5-3-2 مع تواجد ميسي على دكة البدلاء. ومع الدقيقة الثالثة من بداية المباراة أحرز أوتافيو هدف النصر الأول، ومن ثم أتى بعده تاليسكا في الدقيقة 10 وأحرز الهدف الثاني للفريق العالمي. ثم أتى هدف والأروع أيضا من منتصف الملعب عن طريق مدافع النصر لابورت الذي أحرج حارس مرمى نادي انتر ميامي وأسكنها الشباك، وأنهى بها سلسلة أهداف النصر في الشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني لم ينتظر تاليسكا إلا 6 دقائق فقط حتى يحرز الهدف الرابع ويقضي على أحلام انتر ميامي في العودة إلى اللقاء. ولم يكتفي النصر بالهدف الرابع فقط، بل سجل أيضا في الدقيقة 68 عن طريق محمد موران، وبعدها ب7 دقائق أتى تاليسكا بالهاتريك وسجل الهدف السادس للنصر وقتل بها المباراة. حتى مع نزول ميسي في الدقيقة 82 لم يستطع نادي انتر ميامي الرجوع في المباراة ولو بهدف، وانتهت المباراة بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شيء لنادي النصر الذي صعد بفوزه إلى لقاء نادي الهلال في كأس موسم الرياض. ومن المملكة العربية السعودية إلى جمهورية مصر العربية، وتحديدا نتحدث عن نادي الزمالك الذي يعيش أفضل فترة انتقالات بالنسبة لجمهوره بعد تعاقد الإدارة الجديدة مع كل من عبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر من بيراميدز، وكذلك ناصر ماهر والأوغندي موتيبا من مودرن فيوتشر، واللاعب مهاب ياسر من نادي الداخلية، وكمان اللاعب زياد كمال من نادي إنبي، بالإضافة إلى أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق، ومحمد شحاتة من طلائع الجيش، وياسر حمد مدافع منتخب فلسطين، ومحمد عاطف من طنطا. وقدر كمان نادي الزمالك التعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز لمدة موسم ونصف لقيادة الفريق في الفترة القادمة. أما عن الراحلين من القلعة البيضاء فهم كل من اللاعب عمرو السيسي وعبد الله جمعة وحاتم سكر وأحمد زكي، مصطفى شكري ومحمد طارق ومحمد حسام وكريم عبد الحق. نروح على قصة روي فيتوريا والاتحاد المصري. بعد انتهاء مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أجمع 7 أعضاء من الاتحاد المصري لكرة القدم على رحيل البرتغالي روي فيتوريا من قيادة منتخب مصر، وعرضوا على البرتغالي 300,000 دولار بدلا من 720,000 دولار قيمة الشرط الجزائي، أي أن يتنازل عن 420,000 دولار وهي باقي قيمة الشرط الجزائي المسجل في عقده. ولكن رفض روي فيتوريا أن يتنازل عن الشرط الجزائي، وقام بتهديد الاتحاد المصري بأنه إذا لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي المسجل في عقده سيلجأ إلى الفيفا للحصول على مستحقاته كاملة حال رحيله عن المنتخب. نرجع لأكثر حوار غريب في حلقتنا النهارده، واللي هو رجوع الأهلي في صفقة محمد أبو جبل، واللي كان متعارف أن الأهلي أنهى كل تفاصيل التعاقد مع اللاعب. ولكن في اللحظات الأخيرة وصلت أخبار لمسؤولي النادي الأهلي عن وجود خلافات بين الشناوي وأبو جبل، وكمان خلافات مع محمود كهربا، وده اللي أدى إلى تراجع الأهلي عن الصفقة في هدوء شديد من دون ذكر أسباب للإعلام نهائيا. ومن هنا أقدر أقول لك إن حلقتنا بتاعت النهارده انتهت لحد كده، ولكن حلقتنا الجاية لسه ما انتهتش. فلو حابب تعرف معلومات أكتر كل يوم عن كرة القدم
القدم اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا عبد الله سلطان، سلام عليكم.